كرة بحوزة حارسة منتخب فرنسا بولين بيرومانيان الرقم 16 على الجهة الدفاعية. كما تشاهدون سيطرة وهيمنة فرنسية بنسبة 60% أمام لاعبات المغربيات من خلال 40% من خلال الهيمنة والاستحواذ. وهنا هدف ثالث للمنتخب الفرنسي عند الدقيقة 23. الدقيقة 23 فرنسا تسجل هدفا ثالثا في مرمى المغرب في سيناريو متوقع بالنسبة لدياكة فرنسا أمام لبؤات المغرب. هدف ثالث للمنتخب الفرنسي كما تشاهدون.